ممدوح. واعتقد ان اغلبكم وهو من ارقى الدواوين على فكره معه هذا اعمق الدواوين. واللي مش معاه يدفع الزيت وياخد. عندنا نسخ هنا نسخه ب 10 جنيه بس، مش هتلاقيها بره ولا ب 20 جنيه. انا بقول في ثنايا عشقها الأنثوي، أيتها التي سوف تدعى في لحظة استاذ محمد بص في ثنايا عشقها الأنثوي، أيتها التي سوف تدعى في لحظة مطمئنة، أيتها التي قد تضرب في كل أرض بسوء، أيتها التي أتعبتني كثيرا وأرهقني عشقها الأنثوي، أمد الخطى فتسبقني خطاي، فسيحة رؤياي، وأيامنا تستبق الريح في رقعة العمر السادس، في رحب هذا الفضاء الفسيح، وأنا أقر إلى السماء بمنها بالصافنات من الجياد. إن كان داوود قد فاته وقت فقد فاتتني أوقات، وأين أكون من داوود في الملكوت؟ إني أقر إلى السماء بأن الخبز في جسدي يمور ويدور دورته السوية للخروج إلى الفضاء. جسدي يسير فوق الأرض مغترا بزهو ولا اعتراف ولا ثناء. صوت المآذن يعتلي قمم الجبال الشاهقات يفلها. أقررت كم من مرة فوق الفراش بغير عافية، أقررت كم من مرة فوق الفراش بغير عافية بالابتهال إلى السماء، والمطمئنة ترتدي ثوب الدهاء. الشعر كاستنائي بلون الليل منسدل، وعيناها لون الفجر والبرسيم وقرمزية ليلة السرمد، ولا إجابة للسماء. كم مرة أقررت أني منصر وانضوت كل المثالب في عيون الخلق من حولي، ذرية قد أسهمت في حفظ هذا النوع من جنس البشر. والمطمئنة غررتني بالتكاثر بين أبناء البشر، وصراخ شمسي الحمراء يصم آذان الأجنة، ولا حياء من السماء. رؤوس المقابر أومأت وتراقصت في أعين العقل الرشيد، ألقت علي ظلالها. ورؤوس مقبرتي تطل علي من زمن بعيد. أبي وجدي وجد أبي وجدي بأحشاء الغلال رأيت عظامهم نخرة ببطن الأرض من عمر مديد. وأبي يخاطبني ويلفح في دمي مقدما طبق الوعيد. أنصت إلي الآن يا ابن الآنية، هذا قرارك بيننا. غبش في زجاج العين ينقشع، وأبو العلاء يطل من فوقي ويصرخ شاخصا وملوحا برسالته. فبصرت من ثقب البصيرة آكاما من عظام الخلق ناخرة، وأطلال من جماجمهم تبوأت قعر الظلام من زمن، وسبعة أثقب في كل جمجمة. فم يقتات من طلع الشياطين، وما تكدس من قذى العينين محتضر. وأين مسامع الإطفاء للباكين من بغي، وآناف طالما اشتمت لريح الغانيات وما يتلوه من سعي. وصرت من ثقب البصيرة باشتعال راجيا للمطمئنة أن تؤوب إلى السماء.